السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض الكنافة بتاعة رمضان، الكنافة الأصلية القديمة خالص خالص بتاعة أمي رحمة الله عليها وبتاعة جدتي وبتاعة كل الناس، اللي هي ما فيهاش أي افتكاسة خالص. دي دايما فيها ريحة رمضان، بحبها جدا. أنا طلعتها من الفريزر وفكتها وحاولت كده ان انا اقطعها بايدي. تمام. واي نوع مكسرات او حشوات انت طبعا حسب الموجود في بيتك او حسب اللي انت بتحبيه. بس حاولي ان انتي تكسريه او تكرشيه جرش كده كبير، ما يكونش ناعم. تمام. وقبل ما نبدا في اي حاجه بقى اهو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني ربنا يبلغنا رمضان على خير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وبعد يا رب الايام علينا بخير يا رب ان شاء الله. المهم خلاص كسرت المكسرات بتاعتي اللي انا هحطها، وعايزه اضيف عليها اي اضافات انا هعملها اللي هي القديمه خالص. انا عندي زوجي ربنا يبارك في عمره بيحبها كده. فحطيت عليها زبيب وحطيت عليها جوزة هند سوداني، الحاجات اللي هي العاديه خالص. تمام. في نفس التوقيت ده انا طبعا حاطه شربات خفيف. الكنافه عايزه شربات خفيف مش تقيل. وبعد كده ياخد غلوتين، كوباية مية على كوباية سكر مثلا أو كمية متساوية. بتاخد غلوتين مع عصر ليمونة مع حاجة بسيطة خالص من الفانيليا، وتسيبيها تبرد لحد ما خلصت انا كده. بقى هبتدي ان احط السمنه بتاعتي، اي نوع سمنه، عايزه تحطي سمنه عايزه تحطي زبده حسب المتاح عندك. تمام. مش هقولك انا بحط كميه كبيره، انا بحط كميه قليله علشان الصحه كمان، احنا مش عايزين نزود دهون قدر الامكان. خلاص كده. يعني حاولت ان انا اغلف الكنافه كلها بالماده الدهنيه اللي عندي، وحطيت جزء منها في الصينيه. خدوا بالكم انا بصور بايد واحده، ده انا بعمل انجاز. واشتغل بالايد التانية. تمام. حطيت برضو معلقتين كده سمنه في الصينيه من تحت، وهبتدي ان انا احط اول رق من الكنافه نصها تقريبا. انا عايزه اقول لكم كمان انا بحبها تكون رفيعه، مش بحبها تكون اللي هي سميكه. فهحط اول رق كده ونضغطه ضغط كويس، بس برضو مش ضغط اللي هو يخليها لي ناشفه، انا عايزاها تكون برضو طريه وخفيفه. فخلصها كده احطها وضغطتها زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. نقول بسم الله كده ونحط بقى الايه الحشوه بتاعتنا زي ما احنا قلنا. تقدري تحطي اي حشوه انت عايزاها، عايزه تحطي قشطه، عايزه تحطي كاستر، عايزه تحطي مكسرات زي ما انا حاطه، زي ما انت عايزه. انا عايزه اقول لكم كمان ان في ناس ما بتحطش اي نوع من المكسرات، وبتبقى طبعا طالعه برضو تحفه. المهم خلاص كده انا هحط المكسرات، بس حاولي عفوا حاولي ان انت تبعدي على الجوانب، يعني ما تخليهاش توصل الجوانب عشان ما تتحرقش منك. يعني تحطي كل اللي انت تحطيه حاولي يكون في منتصف الصينيه قدر الامكان يعني. خلاص كده. اعتقد كده حلو قوي. تمام زي الفل. هبتدي ان انا احط الراق التاني برضو، وهعمل نفس اللي انا عملته في الراق الاولاني. يعني هحط راق بسيط كده يكون خفيف، وابتدي ان انا اضغطه ضغط برضو خفيف مش ضغط جامد. خلاص. عايزه اقول لك انا مش بعملها في الفرن، انا بعملها على البوتاجاز من فوق. احنا قلنا اتفقنا اللي هي الايه النظام القديم خالص، خلينا على قديمه احسن. وان شاء الله بقى اعمل لكم بعد كده حاجه تانية. وهتحطي على البوتاجاز وتبتدي ان انت تلفيها واحده واحده بالراحه كده، وتكون النار مش هاديه قوي ولا عاليه قوي، تكون النار متوسطه. وتبتدي تلفي بالراحه كده، وبعد كده تكوني محضره غطا حله او صينيه او حاجه تقلبيها عليها. وهوريها لك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حلو قوي كده. هترجعيها تاني نفس الكلام بمعلقه سمنه على البوتاجاز، وتبتدي تلفيها بالراحه واحده واحده زي ما عملت في الوش الاولاني. تمام كده. وطمنتي خلاص، اقوم بقى بعد كده شايلاها من على البوتاجاز، ونبتدي نسمي بسم الله ونسقيها الشربات بتاعنا. حاجه خيال، اشي خيال يا ناس. حلوه جدا جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. وخدوا بالكم ما خدتش وقت والله، انا بصور بايد وبمسك بالايد وشغاله بالايد واحده. ما خدتش اي وقت خالص لان ما فيهاش افتكاسات، واي حاجه على قديمه حلوه. انا بقول لكم هو والله هتلاقوها حلوه وجميله وسهله وغير مكلفه وحاجات كلها حلوه. خلاص كده. هبتدي ان انا اسقيها شرباتها، وبرده ما تكتريش الشربات، وهوريكي وانا بقطع في الاخر ما فيهاش شربات زياده ولا حاجه الحمد لله. خلاص كده. خلصنا شرباتنا ونحضر طبقنا. تمام. ونفرح الولاد ونقول كل سنه وانتم طيبين وحاجات كده جميله ان شاء الله. خلصت كده حلو قوي الشربات عليها كده، وابتدي نقطعها. بصوا هي كده حلو قوي.
او بالنسبه لنا احنا. انا عايزه اقول لك بصي الشربات، هي انت لو بصيتي لها هتلاقيها ما فيهاش شربات كتير ولا حاجه، هتلاقيها ان هي خفيفه وسايبه كده، تحسي ان هي دايبه مع بعضها. حاجه جميله بصراحه جدا جدا جدا. احنا عن نفسنا بنحبها كده قوي، شربتها بيكون قليل، ما تكونش مضغوطه ضغط اللي هي ناشفه قوي، مش بيحبوها عندي الولاد بصراحه. زي ما انت شايفاها كده خفيفه وحلوه. كنافه، كنافه بتاعت زمان يا جماعه. كنت سنه وانتم طيبين، وعود عليكم يا رب الايام بخير، ويحسن ما بين ايدينا ان شاء الله.